السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حلو بارد كده. طبعا الجو حر الايام دي جدا في جمهورية مصر العربية كلها، فهنعمل حاجة باردة كده ترطب علينا. اول حاجة جبت كده كوباية مية مغلية، وحطيت فيها باكو جيلي من اللي هو بطعم المانجا، وهقلب بقى كده فيه عشان ما يتكتلش. هو كتل معايا بس انت قلبيه فيه على طول. يا دوبك عم رحت بس رميت العلبة وجيت لقيته اتكتل. وبعد كده بعد ما قلبته كويس ودوبته، حطيت فيه مية ساقعة متلجة. متلجة لازم تكون متلجة. وبعد كده صبيته في اطباق كده او صبيه في كاسات. وكان عندي مانجا قطعتها كده مكعبات صغيرة، ونزلت بالمانجا في قلب الجيلي ده وهدخلها التلاجة زي مثلا ساعة ونص كده يمسك. هحضر بقى الكريم شانتيه. جبت كوباية مية ساقعة متلجة برضو، ونص كوباية. حطيت نص كوباية وحطيت باكو كريم شانتيه وضربته عشان يتماسك. بعد ما لقيته كده زودت برضو زي ربع كوباية مية كده عشان يتضاعف معايا الكمية شوية. انا لقيته تقيل جدا، قوامه تقيل، فزودت شوية المية التانيين دول. اهو كده زودت ربع المية، وبرضو هضرب فيه ضربا مبرحا. اهم حاجة لو وصلت لحد هنا ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هقعد اضرب فيه بقى كده لحد ما القوام برضو يعلى ويعمل فوم كده، زي 10 دقايق كده ضرب بالمضرب الكهربائي. لو ضرب يدوي طبعا بتقعدي اكتر من 10 دقايق، بتقعدي زي تلت ساعة ولا حاجة لحد ما يعمل الفوم معاكي. بس احسن حاجة بمضرب، لان هو اللي بيطلع الفوم ده. بعدين بقى هجيب الجيلي خلاص مسك. هقوم نازلة بمعلقتين من الكريم شانتيه كده. انا طلعت طبق طبق عشان الجيلي ما يسحش مني، عم اعمل كل طبق لوحده. ولو كنت طلعتهم كلهم هلاقي الجيلي ساح. فعشان كده طلعت طبق طبق من التلاجة، هخلصه واحط له الكريم شانتيه. وبعد كده اقوم مطلعاهم بقى كلهم، هحط عليهم برضو قطع مانجا من فوق. اهو هخلص معايا الاطباق كلها. هخلصهم بقى كلهم كده، هما كانوا 5 اطباق بس. بتسوي كده الكريم شانتيه، مش لازم قمع حلويات ولا حاجة، هو بالمعلقة على طول. طلعتهم كده. في واحد كنت يعني زينته لوحده. هحط بقى قطع المانجا كده، خلص الاطباق كلها. كده هقطع مانجاية تانية مكعبات، لان المانجاية الواحدة ما كفتش الاطباق كلها، فهقطع واحدة كمان. واطلع ال5 اطباق بقى، احط عليهم جيلي من فوق كده، اللي هو يعني يتلمع من فوق. وكمان يعني يمسك كده لما يدخل التلاجة يبقى ماسك المانجا في بعضها، لان هدخله التلاجة تاني. هدخله التلاجة بقى يمسك شوية برضو ساعتين كده ولا 3 ساعات. وهلاقي الجيلي اللي تحت مسك، والكريم شانتيه برضو ماسكة نفسها، والجيلي اللي فوق مسك على المانجا شوية. انا طبعا ما استنيتش، انا طلعته على طول. شايفين الشكل والقطع فوق بعضها، وطعمه يجنن، والاطفال هيحبوه موت. وكده انا خلصت الحلو البارد بتاعي. جربيه، لو عندك حبيتين مانجا جربيه ومش هتندمي. ما تنسيش بقى الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكله روعة وجميل. كده خلصت حلقتي.